السلام عليكم مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج ديبري فوت. كالعاده الاثاره حاضره والحديث سيكون كرويا شيقا مع اخبار الانديه الجزائريه المشاركه في المنافسه القاريه، اخبار محترفين وصفقه انتقال اللاعب حماد عبد الله الى نادي اولمبيك مارسيليا، اخبار اخرى، تصريحات وتداعيات رفقه المحللين ورفقة الخبراء في برنامجكم ديبري فوت. بدون إطالة دعونا نستعرض محاور البرنامج والتي هي حاضرة معنا اليوم. البداية بالمحور الأول، المولودية يحيي الآمال بعد الفوز في الشامبيونز ليج. المحور الثاني متعلق دائما بنفس المنافسة، الشبيبة تخيب من جديد وبنسبة كبيرة الشبيبة خارج المنافسة في انتظار ما ستحمله الجولات القادمة. في منافسة كأس الكاف شباب الوزداد فاز بثلاثية أمام نادي ستالين بوتش وضمن بنسبة كبيرة العبور إلى الدور الثاني. وفي ذات المنافسة الاتحاد بالخبرة الإفريقية يعود بتعادل إيجابي أمام نادي جولي بالمالي ويقتطع تأشيرة العبور إلى الدور الثاني. معطيات صور وتفاصيل ترقبوها معنا بعد هذا الفاصل.